بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا في هذه اللحظات نستضيف أحد أجمل الأصوات الخليجية على الإطلاق عندما يغرد في الصالات، الكابتن والمعلق القدير الأستاذ جعفر فردان، الذي يشرفنا وجاء خصيصا من الإمارات العربية البلد الشقيق إلى هنا للدوخلة ليستمتع معنا هنا في مهرجان الدوخلة. أستاذ جعفر، رحب فيه، يقول لك كل عام وأنت بخير. كل عام وانتم بخير ومساكم الله بالخير، وشكرا لهذه المقدمة. فعلا أنا سعيد، يعني وقفت على عمل وجهد جبار لشباب يعني طموحين، لأفكار مبدعة، لأفكار خلاقة، أفكار وطنية، أفكار تراثية، أفكار ثقافية، أفكار تطوعية. يعني مجرد أن تدعو الجمهور إلى التبرع بالدم، هذا قمة الإخلاص لهذا الوطن. أن تدعو الشباب للمحافظة على هذا التراث، هذه قمة العطاء وقمة الجهود الجميلة يعني في هذا المكان. أعتقد ما وقفت عليه أو ما شاهدت اليوم شيء مذهل تماما، ما موجود. يعني أنا لم أصادف هذا الشيء من قبل. أعتقد بأني راح أكون في الويكند الجاي إذا ما طال أمد المشروع أو هاي الاحتفالية، راح أكون موجود، ولكن كمشاهد مع الجماهير إن شاء الله. طبعا بالتأكيد يزيدنا شرف أبو محمد حضورك وبقائك ويانا. وسؤال أبو محمد، أنت شدك يعني العمق التاريخي، يعني استذكار التاريخ، حاجة تشدك تزيد من اهتمامك، ولا كيف أنت ويا التاريخ؟ أبو مهدي، خلنا نكون واضحين. يعني يمكن نحن في الخليج على وجه التحديد ضربنا داء الحداثة. كل ما عندنا حديث وكل ما كان قديم بدينا يعني نهده ونشيله من ذكرياتنا ومن تاريخنا. لذلك اليوم أطفالنا ما قاعدين يشاهدون هذا الإرث التاريخي الموجود. يمكن يشوفوه على طريقة متحف، يمكن يشوفوه على طريقة مثلا مهرجان، وهذا أعتقد بأن نوع من الصدمة إلى أطفالنا. نحن كيف عشنا وكيف تربينا، كيف أجدادنا اشتغلوا، كيف انبنى هذا الوطن، كيف انبنى هذا الخليج، كيف انبنت المملكة. هذه أمور مهمة للغاية أن الطفل يقف عليها، على أساس أنه يعرف أين كانوا وأين نحن الآن وغدا وين بنكون. نقاط مهمة جدا. أنا طبعا من المغرمين بالتاريخ، بالعمارة، يعني العمارة الإسلامية أو العمارة الخليجية أو التاريخية. هذا الإرث يمكن أطفالنا اليوم محرومين منه. يمكن أنتم جسدتوه بشكل جميل للغاية، من ناحية الإنارة، من ناحية مثلا الصورة، من ناحية الآلة، من ناحية الأدوات اللي كانت موجودة. يعني حتى الخباز ما نسيتوه، حتى الباورة ما نسيتوها، حتى يعني تفاصيل بسيطة. شفنا التليفون من بداياتها، شفنا الراديو من بداياتها، شفنا الكاميرا من بداياتها، شفنا غرشة البيبسي أو المرطبات من بداياتها. شيء يعني أنا مغرم بهذه اللحظات، ويمكن أشد على أياديكم وأقول جزاكم الله ألف خير، لأن ما شاهدت شيء صعب أني أعبر عنه. يحتاج إلى كتابة طويلة، ويحتاج إلى شرح كبير جدا، وأنا سعيد بهذه الدعوة حقيقة. طيب، احنا طبعا في البدايه او يعني قبل الختام نتمنى ان تكون انت ايضا، يعني بما تحمل من شخصيه معروفه ومحبوبه ابو محمد، تكون لنا ايضا يعني تكون لنا مساعد في تعريف اهل الامارات، واحنا كلنا هنا يعني سعداء بتواجدك انت وتواجد كل شعب الخليج، وكلنا شعب واحد. ابو محمد، انت حسيت ان في تقارب كبير بين ثقافه الشعب الاماراتي، يعني او الخليج المائي كما يقال، يعني في تقارب كبير من خلال ما شاهدته، من خلال الثقافة يعني والتجسيد الماضي، في تقارب كبير ولا في فروقات؟ هو يعني يمكن الأرجوزة اللي طلعت بأننا خليج واحد، هو نحن فعلا خليج واحد. هذا البحر رسم في خيالنا
شيء واحد وانطباع واحد على مستوى مثلا القارب، وعلى مستوى السنبوك، وعلى مستوى المركب، وعلى مستوى البحر، وآلية الصيد، وآلية البناء، وآلية بناء السفن. كل هذه ثقافة واحدة. حتى بناء البيوت، يعني يمكن في البحرين زي الإمارات، زي السعودية، زي قطر، زي الكويت، كلنا خليج واحد فعلا. لكن يمكن يعني الجيل الجديد عنده نوع من التغييب لهذه الثقافة الماضية. يمكن أنتم جسدتوها بشكل جميل. أعود إلى نفس السؤال، بأن الثقافة والمنهجية والتاريخ والعمق كله واحد. يعني يمكن تبغى بعض المسميات تختلف ما بين منطقة إلى منطقة، هذا يقول دنشل، هذا يقول شندل، هذا يقول مثلا محراث، هذا يقول شيء ثاني من هذه الجزئيات البسيطة. إنما الواقع هو أعتقد أنه واحد. يعطيك العافية. لكن أنا في الختام أبو محمد أبغاك أنت بأسلوبك الجميل، يعني عندما تعلق كيف ترحب أو تشكر كل السواعد التي بذلت هذه الجهود من أجل عمل هذا وتجسيد زي كما تحدث مسيرة تاريخية مليئة يعني بالحياة. كيف أن أبناء الخليج هذه كيف صنعوا حياة جميلة جيلا بعد جيل، منذ يعني السعف، بيوت العشيش البسيطة، إلى أن وصلوا لصناعة الحداثة هذه الموجودة الآن، والتي طغت على كل ما هو يعني متجدر وتاريخي. بصوتك الجميل وبأدائك الرائع، كيف تقول تحية لهؤلاء السواعد التي جسدت حركة تاريخية أعتقد أنها مهمة جدا في مسيرة هذا الخليج الذي دائما نتغنى به؟ أعتقد أن المايك لك أبو محمد. أعتقد أن من الصعوبة بمكان في مدرسة أبو مهدي أن أتحدث، ولكن إلى كل المشاهدين عبر الوطن العربي الكبير، أنا هنا في مهرجان دوخلة. أذهلني هذا الشيء، أعجبني هذا الشيء. يعني كنت فعلا فرح، سعيد، مرتاح الآخر، لأني أشاهد عمق تاريخي، أشاهد جهود ثقافية، فكرية، فنية، تاريخية، كلها موجودة هنا. وأكيد الشكر الكبير والكبير جدا لأهل هذه المنطقة الحالمة على ضفاف هذا الخليج الجميل، أهل مدينة سنابس. يعطيكم ألف 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 عافية.